السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن تاريخ لغة ال HTML، اللغة اللي بقت أساس الإنترنت واللي بدأت بسيطة جدا وإزاي بقت جزء أساسي في بناء كل موقع على الإنترنت. أصل ال HTML وبدايته في أوائل التسعينات كان الإنترنت لسه حاجة جديدة والناس كانوا بيستعملوه بشكل محدود جدا. هنا ظهر شخص اسمه تيم، عالم انجليزي في مركز الابحاث. تيم ده كان عنده فكرة عظيمة انه يبني نظام يسمح للعملاء انهم يشاركوا ابحاثهم ووثائقهم عبر الانترنت بطريقة منظمة وجميلة. من هنا بقى جت فكرة ال HTML اللي هي اختصار هايبر تكست مارك اب لانجوج او لغة توصيف النص الفائق. أول نسخة من ال HTML في سنة 1991. تيم نشر أول نسخة من ال HTML وكانت بسيطة جدا وبتحتوي بالظبط على 18 تاج بس. التاجات دي كانت بتدي الهيكل الأساسي للنصوص على الإنترنت بحيث يبقى فيه عناوين وفقرات وروابط تقدر تضغط عليها وتتنقل بين الصفحات. HTML والمرحلة اللي بعد كده، بعد ما لغة HTML بقت مشهورة وبدأ استخدامها يزيد، ظهر إصدار HTML 2.0 سنة 1995. الإصدار ده كان عبارة عن تحسين للنسخة الأولانية وبيشمل بعض التاجات الإضافية زي الحقل اللي أنا بقدر أكتب فيه النص اللي احنا طبعا بنسميها فورمز. بعد كده ال HTML 3.2 والتطور السريع. في سنة 1997 جالنا إصدار جديد. الإصدار ده كان مهم جدا لأنه أضاف تاجات جديدة عشان تعرض لي الجداول والصور بشكل منظم. كمان دعم أكتر الألوان والخطوط، وده خلى الإنترنت يظهر بشكل أجمل وتنظيم بطريقة أحسن. فبدأ بعدها المستخدمين إن هم يحسوا بتجربة أحسن على المواقع. ال HTML وعصر الحداثة. سنة 1999 جت نسخة جديدة، نسخة 4.01. النسخة دي كانت نقلة كبيرة في تطوير الويب، إنها كانت دعمت مزايا جديدة زي إتاحة التحكم في الشكل والتصميم المواقع من خلال أكواد CSS مع ال HTML. فإحنا دلوقتي قدرنا إننا نغير شكل وتصميم الموقع بسهولة من غير ما نعدل في الهيكلة الأساسية. ظهور بقى ال HTML5 والعصر الحديث. في سنة 2014 بعد تطورات كتيرة قوي في عالم الويب ظهر إصدار HTML5. الإصدار ده كان ثورة في ال HTML لأنه أضاف مزايا ضخمة زي إن أنا أدعم الفيديوهات والصوتيات مباشرة من غير ما تحتاج لمشغلات خارجية. كمان HTML5 أضاف تاجات جديدة زي الارتيكل والسكشن والهيدر اللي بتسهل تنظيم الصفحة، وده بيخلي المواقع تظهر بشكل جميل وواضح. أهمية بقى ال HTML في التطور الحالي. HTML5 ساعد المطورين إنهم يعملوا مواقع أكثر تفاعلية وبتدعم طبعا كل الأجهزة سواء كانت كمبيوتر أو تليفونات ذكية. ده بقى كان بيدينا تجربة مريحة وأسرع للمستخدمين، وكمان بيحافظ على أداء الموقع موقع عالي. عشان كده HTML بيدعم تقنيات متطورة زي التخزين المؤقت وتحليل الأداء. دلوقتي بعد ما عرفنا HTML والتاريخ الخاص بيها، نقدر نفهم ازاي لغة بسيطة زي HTML بقت الأساس اللي بيتبني عليه الإنترنت كله. هنشوف الفيديوهات الجاية ازاي نستخدم HTML بشكل عملي وازاي نبني صفحات ويب بنفسنا. ولو عندكم أي استفسارات أو عايزين تعرفوا أكتر عن أي إصدارات ما تنسوش تكتبوا في التعليقات وادعمونا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابعوا معانا رحلتنا في عالم الويب.